اليورو خلاص هتبدأ النهاردة يوم الجمعة. أول ماتش هيبقى ما بين ألمانيا واسكتلندا، وطبعا هيبدأ معاها لعبة الفانتزي. هي بتهيألي لعبة قريبة شوية في قوانينها لفانتزي الشامبيونز ليج، وبرضه قريبة شوية للبريمير ليج، فطبعا هنبقى عايزين كلنا ان احنا نبدأ نلعب اللعبة دي. فهنشوف كده مع بعض، أول مرة أفتح الموقع بتاعهم ونشوف كده مع بعض نقدر نعمل تشكيلة عاملة ازاي. يلا بينا. مبدئيا في حراسة المرمى مثلا نختار حارس من الحراس اللي معانا. ممكن يبقى مثلا نختار مين بيكفورد. ممكن بيكفورد حارس ب5 مليون، وهو هيبقى الحارس الأساسي غالبا لمنتخب انجلترا، فبالتالي هو هيبقى أحسن خيار لينا. وممكن حارس تاني مثلا ب5 مليون أو ب4.5. نشوف مثلا كده، مثلا ممكن مين. ممكن ناخد مين مثلا ب5 مليون؟ كوستا، سومر حارس كويس جدا، ولكن المشكله ان انت هتبقى محتار هل سومر هو اللي هيلعب ولا كوبل هو اللي هيلعب، بسبب ان كوبل عامل بطوله تشامبيونز ليج خزعبليه مع بروسيا دورتموند، وقدر ان هو يوصلهم لنهائي التشامبيونز ليج. فهتبقى صعبه شويه ما بين زومر ولا كوبل، فخلينا في الامان شويه وما نبداش ان احنا نجيب زومر من بدري او كوبل من بدري. نستنى نشوف اول ماتش ونشوف مين فيهم اللي هيلعب. عندك ليفاكوفيتش من كرواتيا، ولكن مجموعه كرواتيا صعبه جدا. عندك شمايكل ممكن ان هو يقدر يطلع لك بسيفز كتيرة. عندك كاستيز، هو هيبقى غالبا الحارس الاساسي بديل لكورتوا مع منتخب بلجيكا. ما اعتقدش ان ديفيد راي هو اللي هيلعب، اعتقد ان سايمون هو اللي هيلعب. في عندنا مثلا اوبلاك، في رامز ديل، ولكن اتوقع ان بيكفورد هو اللي هيلعب. فممكن بقى نروح مثلا لخصيصة، ولكن برضو مش عارفين هو اللي هيلعب ولا ديجو خوسا اللي هيلعب. فممكن مثلا بقى نروح لحد زي اندريا لونين ب4.5 مليون، وهو اللي هيبقى مع منتخب كرواتيا. بعد كده نروح للمدافعين، نختار مثلا 2 3 كده مدافعين كويسين، وبعد كده يعني هنبدأ ان احنا نختار كام لعيب في المدافعين، كام لعيب في خط النص، واتنين مثلا برضو من الهجوم. وبعد كده نبدأ ان احنا نملى، علشان لسه بنتعرف الفلوس هتبقى معانا عاملة ازاي، فمش عارفين هل ان احنا هنقدر ان احنا نكمل تشكيلة كويسة ولا لا. فعايزين ناخدها مثلا 2 لعيبة كده من كل مركز، وبعد كده نشوف هنروح لفين. فمثلا اول لاعب معانا ممكن يبقى فريمبونج، وممكن روديجير كمان معانا هيبقوا كويسين. وممكن كمان اختار داني كارفاخال من اسبانيا. ونروح بقى بعد كده لخط النص. اكيد اول لعيب هختاره معايا هيكون جود بيلينغهام. هو فين بقى؟ بيلي. هل هو مش موجود هنا؟ اعتقد هيبقى في التوب سيلكتد مثلا. لا برضو مش هنا. إيه فين بلينك؟ احنا عاملين البرايس على 6.5. اوكي ماشي. ابلاي فلتر اهو، بلينجهام ظهر. وفلوريان فيرتس برضه اتوقع ان هو هيبقى واحد من اهم لعيبه منتخب المانيا، فنختاره هو كمان. بعد كده نروح بقى لخط الهجوم. اكيد اول لاعب هيخش معانا هو كيليان امبابي بدون اي شك، وكمان ممكن نختار معانا هاري كين وكريستيانو. ولكن كده المنتخب يعني الفرقه بتاعتنا في الهجوم هتبقى صعبه جدا، غاليه جدا. 2 لعيبه ب11 مليون ولعيب ب10 مليون، فالتشكيله هتبقى يعني صعبة قوي كده ان احنا نقدر نكمل اللعيبة، ولكن هنشوف سوا. نرجع بقى مثلا لخط النص علشان نكمل فيه شوية لعيبة. ممكن نختار مثلا مين تاني؟ ممكن نختار شوبوشلاي، اهم واحد تقريبا في منتخب المجر، وهو اللي هيبقى اللعب كله عليه. وكذلك سايمونز بالنسبة لمنتخب هولندا اهم واحد، واللعب كله هيبقى عليه. ممكن كمان نختار لعيب بقى مثلا في الدفاع. نروح مثلا للمدافعين نشوف حد معانا كمان في الدفاع. ممكن نختار مين؟ احنا معانا 3 لاعبين كويسين، فممكن مثلا نختار حد رخيص زي ده مثلا من ألمانيا وتوب سيلكتد. ممكن مثلا مين تاني؟ ممكن معانا جريمالدو، ولكن المشكلة ان احنا هنضطر نضحي بواحد من ثلاثي الهجوم. معتقدش ان ممكن اضحي بمبابي، فهنضطر ان احنا نضحي بواحد من كريستيانو وهاري كين. ولكن خلينا نشوف، يعني مثلا ممكن نبقى عايزين نختار حد تاني ب4 مليون. ايه ده؟ روبن دي 6 مليون، سوري. ممكن نختار ده، معرفش هيبقى بيلعب ولا لا الصراحة. وعايزين بعد كده خط نص. هل في خط نص ب4 مليون؟ مفيش خط نص ب4 مليون.
اقل خط نص بكام؟ اقل خط نص ب4.5 مليون. وممكن برضو نختار خط نص، ولكن اقل خط نص ب4.5 مليون، فمش عارفين ممكن نختار مين. نحاول ان احنا نختار حد يعني اختياره كتير. طيب الاول نشوف هنضحي بمين، لان احنا لازم نضحي بحد من التشكيلة عشان نعرف نكمل الفرقة. فهل نضحي بحد من خط النص ولا نضحي بحد من المهاجمين؟ هل هاري كين ولا كريستيانو ولا مبابي؟ هل كريستيانو هيبقى بيلعب اساسي ولا هيبقى دكة ولعيب بديل يعني؟ ولكن للاسف مش هقدر ان انا اضحي بكريستيانو كده من البداية، فنشوف حد تاني مكان هاري كين. فهنشوف مين مثلا ممكن ناخده معانا. هل هياخد جريزمان او هويلاند؟ هيبقى اهم واحد في المنتخب بتاعهم. ممكن متروفيتش برضو اهم واحد في المنتخب بتاعه. طب بالبرايس، ورينا بالبرايس. ممكن ليفاندوفسكي، ولكن حاسس ان احنا اعتقد هيبقى احسن حد خيار لينا ممكن يبقى هويلاند او جريزمان، لان جريزمان برضو جامد جدا في المنتخب. ولكن احنا برضو عايزين حد يكون رخيص سنة وما اخترناش حد من فرقته، فهنختار هويلاند. ونروح بعد كده على خط النص، معانا 6.5 مليون. نشوف هنختار مين. ابلاي فلتر. في رودري، في ماكتوميناي. ممكن ماكتوميناي نختاره. ممكن تشانهالوجلو. ممكن مين تاني؟ اعتقد ماكتوميناي هيبقى احسن من شانانوجلو، وهو هداف على فكرة، هو هداف اسكتلندا في الادوار التصفيات بتاعتهم. فممكن نختار ماكتوميناي وتبقى دي التشكيلة بتاعتنا بشكل مبدئي يعني في اليورو. ندوس كونتينيو كده ونشوف ان احنا هنبدأ بمين. اكيد هنبدأ ببيكفورد في الاول مكان اندريا لونين. في حركة يعني انصحك تعملها، ان انت تبدأ باللعيبة اللي هي هتلعب بدري شوية، ولو ما عجبكش او شفت ان هو ما جابش نقط ممكن تبقى تطلعه وتنزل مكانه حد تاني. ودي حركة حلوة قوي بتتعمل للتشامبيونز ليج وهكذا. فممكن ننزله ونطلع ده، وايه ممكن ننزل شبوشلاي برضو ونطلع بلينجهام. وماكتوميناي برضو عندنا هيلعب من البداية، فممكن ننزله مكان فريمبونج مثلا. وتبقى دي التشكيلة بتاعتنا. تعالوا ندوس اوكي، وبعد كده نختار الكابتن بتاعنا. نختار مين هيلعب بدري. فيرتس عشان هيلعب ماتش النهارده، فممكن نبدأ بفيرتس. نختار اسم للفرقة بتاعتنا، هو الاسم اللي انا دايما بختاره في اي فرقة. اكيد مش هو ده الاسم طبعا، ولكن الاسم اللي انا دايما بختاره في اي فانتزي انا بلعبها، ريال فور مدريد. وندوس سيف، ويبقى هو ده الفريق بتاعنا. فريق هيبقى هجوم هويلاند وكريستيانو ومبابي، وبعد كده ماكتوميناي وشبوشلاي وسايمونز ووفرتس. وفي الدفاع روديجير وكارفاخال، ومعانا فريمبونج وبيلينجهام على الدكه، وفي حراسه المرمى بيكفورد. وما تنساش ان انت في الاخر تعمل ساين اب للموقع علشان ان انت تقدر تحتفظ بالتشكيله دي، لان انت كده ما خلصتش. ان انت تعمل ساين اب على الموقع، او تقول ان انا عندي اكونت اصلا لو انت كنت بتلعب تشامبيونز ليج وفاكر الاكونت بتاعك، وتعمل الساين اب علشان التشكيله ما تروحش عليك ويتحسب ان انت كانك ما عملتهاش. وبس كده يبقى الفريق بتاعك خلاص كده خلص. تقدر ان انت تعمل ترانسفيرز تاني او تغير لعيبه تاني لو انت لسه عايز تغير حد تاني، ولكن لازم يبقى قبل ما الماتش يبدا. اول ماتش معانا وهو المانيا واسكتلندا، فانت لازم تعمل التبديلات بتاعتك لو انت عايز تغير في التشكيله تاني قبل ما اول ماتش يتلعب. وبعد ما الماتش يخلص لتاني يوم قبل ما ماتش المجر وسويسرا يتلعب، تقدر ان انت تطلع لعيب من على الدكه تنزله الملعب، او تغير الكابتن بتاعك لو الكابتن بتاعك ما كانش جاب نقط كويسه. ولكن لو الكابتن بتاعك اتطرد، فطبعا مش هتقدر ان انت تغير الكابتن بتاعك طول الجوله دي. وبس كده كل الفيديو النهارده، وده كل اللي في الفانتزي بشكل مبدئي والتشكيله المبدئيه بتاعتنا. ده اللي كان في الفيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن فيفا وعن الكوره عن الفانتزي. سلام.